ايه اسباب التنميل؟ وهو كل تنميل في ايدي محتاج اعمل له عمليه؟ السؤال ده جميل جدا واتسالناه كتير على الصفحه. لا، مش كل تنميل اكيد محتاج ان احنا نعمل له عمليه. احنا محتاجين الاول نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تعمل تنميل في ايديا. خلينا نركز مع بعض بالراحه ونبدا نشرحها. اهم حاجه بتحصل كتيره جدا غضروف الرقبه، فلو حصل ان الغضروف ضغط على العصب ده ممكن يعمل تنميل في ايديا وضعف العضلات، وساعتها تسليك العصب اللي هنا مش بيكون هو الحل. طب ايه تاني؟ المريض اللي عنده سكر والسكر مش متظبط، فده برضه محتاج يظبط السكر بتاعه في الدم، لان عدم تظبيط سكر بيأثر على الاعصاب الطرفيه ويعمل تنميل وحرقان واعراض مشابهه زي برضه اختناق العصب. ايه كمان؟ حاجه مشهوره جدا اسمها رينودز ديزيز، متلازمه رينود ديت بتيجي ايام البرد او التعرض للسقعه. الدوره الدمويه الطرفيه بيحصل فيها انقباض في الشعيرات الدمويه، وده يحسسنا بالم، يحسسنا بتنميل في الاصابع. ايه كمان؟ في حاجه اسمها بيرجر ديزيز، ده مشهور جدا، بس المرض ده ما بيجيش الا للمدخنين، فبيأثر على الشعيرات الدمويه الدقيقه، بيسبب فيها انسداد، وبعدين بيدينا بعد كده اعراض تنميل، اعراض حرقان في ايدينا، ضعف العضلات. يبقى احنا كده اتكلمنا عن اهم الاسباب المنتشره كحاجه ممكن تعمل تنميل في ايدينا. في حاجات بسيطه ممكن تحصل، شويه توتر، شويه قلق نفسي، او انا نمت في وضعيه غلط، قعدت فتره كبيره وانا قاعد بوضع غلط على ايدي، ده برضه ممكن يعمل تنميل. الحاجات دي كلها لازم ناخدها بعين الاعتبار، عشان المريض بتاعنا مش كل حاجه يقلق منها او يتوتر او يفتكر ان هو لازم يعمل لها عمليه.